عاشور اللي الناس كتيرة فضلت تنتقد فيه، وزي ما احنا انتقدنا فيه في بعض الأوقات لما حصل منه مشكلة، زي ما لازم نديله حقه وهو متألق. واحنا بنقول لما الراجل ده لسه ما جابش مستواه، وهو حاليا النهارده هداف الدوري برصيد 7 أهداف، علما بأنه هو أصلا مش مهاجم. يعني إمام ده مركزه الحقيقي ولا جناح ولا مهاجم، هو راجل بيلعب خط وسط. فما يجيب 7 أهداف ويتصدر جدول الدوري، علما بأن الفريق اللي كان جمهوره بيقول لك ده لسه ما جابش مستواه اللي كان في الزمالك بيه، هو أصلا مهاجمهم الأساسي ناصر منسي الأسطورة اللي ما عرفش يطلعوا عليه أسطورة بسبب جون الأهلي اللي اتنجم بيه وهيعيش طول حياته بسببه، جون السوبر الأفريقي. ناصر منسي عنده 6 أهداف، المهاجم الصريح بتاع نادي الزمالك. إمام عاشور خط وسط النادي الأهلي عنده 7 أهداف بهدف النهارده وهو هداف الدوري، والوحيد اللي جاب 4 أهداف في أفريقيا متساوي مع وسام أبو علي هداف النادي الأهلي أو مهاجم النادي الأهلي. منهم ال4 أهداف اللي في أفريقيا دول 3 أهداف في ماتش واحد هاتريك. الراجل ده خد مان اوف ذا ماتش رجل المباراة للمرة الرابعة على التوالي. هو في حاجة أكتر من كده عشان الراجل ده يرجع لمستواه؟